مساء الخير يا شباب. هكلمكم النهاردة عن منصة إدراك. منصة إدراك دي أحد المنصات اللي بينزل عليها كورسات كتيرة جدا مجانية ومعتمدة للخريجين الجامعات وكمان للطلبة. منصة إدراك أول ما بدخل عليها طبعا بعمل حساب. طب أنا ما عنديش حساب أو ما اقعدش أكتب حاجات ويبوظ مني، بسجل على طول عن طريق جوجل. تمام، بيروح فاتح معايا على طول، بيسجل لي عادي عن طريق جوجل. بيفتح عندي الصفحة بالطريقة دي. بشوف مثلا انا محتاج اخد كورس ايه، فبشوف الكورسات كلها بتبقى ظاهرة هنا كده. بختار مثلا انا في اقتراحات، مثلا بدوس اقتراحات لك. تمام، واشوف الكورسات، او بشوف هنا تحت في كلمة جميع المسارات برضو بدوس عليها. بشوف كل الكورسات اللي انا محتاجها. تمام، وببدأ اسجل في الكورس. اسجل في الكورس ازاي؟ اسجل في الكورس ان انا بدوس عليه. مثلا انا هاخد حاجات خاصة بايه، بالتقارير المالية، السي ام اي والحاجات دي. يعني هنا اهو مديني دلوقتي هو اعداد التقارير الماليه الخارجيه السي ام اي. بدوس انضم ايه الان. طالما دوست انضم الان انا كده خلاص ايه خدت المسار. اول ما بدوس تصفح المسار، تمام، طبعا المسار بالطريقه دي. بدوس اظهار المحتوى. بشوف طبعا المحتوى بتاع الكورس اللي عندي. محتوى جميل جدا، فيه كل حاجه خاصه بالايرادات والمصروفات والاصول. يعني حاجه بصراحه كويسه جدا. ده كورس لسه نازل جديد على منصة إدراك، خاص بأداء التقارير المالية الخارجية. وربنا وفقنا جميعا. وده كانت حاجة بسيطة جدا حابب أضيفها لكم. هسيب لكم لينك الموقع في التعليقات في الوصف، وربنا وفقنا جميعا.